السلام عليكم ورحمة الله. معاكم زينب زياد. ان شاء الله النهاردة هنعمل كريسبي ستريبس او ستريبس دجاج. طبعا محتاجين صدور دجاج تكون مقطعة بصوابع بالشكل دوت او بالحجم دوت، طويلة مش رفيعة او مش تخينة قوي. ومحتاجين معانا بهارات، طبعا ملح وفلفل، ومعانا كركم، ومعانا بهارات لحمة او دجاج، ومعانا بصل بودرة وتوم بودرة، ومعانا بصلة صغيرة مقطعة بالشكل دوت هنضربها في الخلاط، وطبعا عصير نص ليمونة ده اختياري. ومعانا مستردة، اللي مش عنده مستردة مفيش مشكلة، الكركم يعني بيحل محلها. ومعانا معلقة خل ابيض كبيرة. هنبتدي ان احنا نحط في الخلاط البصل، ونعصر الليمونة على البصل، ومعانا معلقة الخل وعليهم البهارات ومعلقة كبيرة مستردة. هنعصرهم في الخلاط وارجع لكم تاني. هنا طبعا بعد ما عملنا الخليط اللي انا قلت لكم عليه في الخلاط، البهارات والبصلة والليمون والخل والمستردة، هنبتدي ان احنا ننزل فيهم الفراخ. هناخد الفراخ بالشكل ده نحطه فيها كلها بالشكل ده، وهنقلبهم مع بعض كويس جدا. زي ما انتم شايفين طبعا انا عامله نص معلقه بهارات من كل حاجه. الفراخ مش كتير عندي، اقل من نص كيلو، يعني حوالي 300 جرام او 350 جرام. وهبتدي هنا ان انا احط بقى الجزء التاني من المكونات بتاعتي. هحط معلقه دقيق كبيره، طبعا دي معلقه صغيره فانا هحط منها اتنين. معلقه دقيق كبيره، وبعدين معلقه بيكنج باودر صغيره، علشان الخليط طبعا ده ينفش ويبقى مش يبقى الفراخ نافشه كده وحلوه. ونقلبهم كويس جدا، وهنحط حوالي نص كوبايه حليب، تقريبا نص كوبايه. وبعدين نقلب الخليط ده مع بعضه كده، ونسيبه يتبل شويه في البهارات دي، مثلا ساعه او اكتر. ممكن تسيبيه براحتك، يعني اكتر من ساعتين او 3. كل ما اخد وقته كويس هيبقى طعمه احلى. كمان حاجه عايزه اقولها، ممكن تعمليه سبايسي، بتحطي في البهارات دي شطه، بس انا ما بعملوش سبايسي للولاد، فانا يعني ما بحطش الشطه. لما باجي اقلي ممكن تقومي حاطه الشطه مع الدقيق اللي هنقلي بيه، لان احنا لسه هنحتاج دقيق للقلي، وهنحتاج بيضه. وخطوة البيضة دي مش أساسية، ممكن تلغيها يعني، بس أنا بقول كقيمة غذائية إن احنا نزودها، دي حاجة كويسة. بعد ساعة إن شاء الله بنروح نظبطه للقلي إن شاء الله. ان انا احط البيضه زي ما انا قلت لكم. انا طبعا البيضه دي خطوه مش اساسيه، يعني مش عايزه تحطيها مفيش مشكله. هنبتدي ان احنا نقلب البيضه كويس، وبعدين انزل عليها على الفراخ. طبعا البيضه برضو حطيت لها ملح وفلفل، حطيت لها ملح وفلفل قصدي عشان الزفاره بتاعه البيض، وهي طبعا اوريدي هتنزل في بهارات، فكده كده مفيش اي حاجه. خلاص هنقلب كده الخليط ده مع بعض، وبعدين هنبتدي ان احنا مجهزين عندنا ايه. طبعا انا هنا الدقيق ده مبهر، يعني انا هشوفه حاطين فيه بهارات من نفس البهارات اللي انا استخدمتها في الوصفه. شويه توم باودر، شويه بصل باودر، شويه فلفل، يعني رشه خفيفه من كل حاجه كده من اللي احنا قلناها في الاول. وبعدين بهرته كويس جدا اهو. واللي عايزه تعمل سبايسي زي ما انا قلت، لو مثلا عايزه تفصلي ما بين جوزك وولادك، ولادك بيحبوش سبايسي، فممكن تحطي بعد ما تقلي لولادك في الدقيق ده تزوديه شويه شطه وايه، وتقلي منه، هيبقى يعمل الطعم السبايسي اللي ايه للكبار يعني. خلاص هنبتدي ان احنا ندخل الفراخ هنا اهوت الخلطه دي. الحركه بتاعت الكيس دي لما باجي اقلي، مش كل حاجه، يعني بقلي مثلا الجمبري بعملها، السيبيا، الفراخ كده الستريبس، بعملها علشان ما توسخش الدنيا من الدقيق، وفي نفس الوقت بتخلي الحاجه تاخد دقيق بشكل كويس، يعني تتغلف بالدقيق كويس جدا. خلاص يعني بصراحه انا مرتاح فيها الحركه دي قوي.
خلاص هنبتدي ان احنا نحط كل الكميه هنا. خلاص حطيت كل الكميه معايا، وبعدين هبتدي ان انا اهز الكيس كده واخلي الفراخ تاخد الدقيق بكل الاتجاهات بتاعتها. طبعا لما بتحطي دقيق ما تحطيش قليل، يعني تحطي على قد الفراخ او اكتر شويه عشان تتشرب بالدقيق كويس. خلاص. وبعدين محتاجين بقى زيت غزير علشان نطلع الفراخ، نحمر فيه الفراخ وتكون مقرمشه. يلا الزيت بتاعي طبعا انا حطيت زيت غزير جدا اهو، بدأ يسخن. بدأت انزل الفراخ واحده واحده جنب بعض كده بالشكل ده. زي ما انتم شايفين ما بنفضش الدقيق من عليها ولا حاجه، انا بحطها كده زي ما هي علشان تدي الشكل حلو بعد القلب بالشكل ده. ما تحطيش برضو كميه كبيره على المكان، على الحله او في المقلايه اللي بتقلي فيها، علشان ما تيجي تقلبيها الدقيق ما ينزلش من عليها. وبعدين نبتدي ما نقلبهاش ولا نحركها خالص الا لما تاخد لون من تحت. نبتدي ان احنا بدات تاخد لون، فبدات ان انا اقلبها بالشكل ده. شايفين لونها دهبي ما شاء الله وجميل ازاي، مقرمشه، وفي نفس الوقت دي ما وقعش عليها ولا اي حاجه. بصورها لكم عن قرب اهو. كتر التقليب فيها هو ده اللي بيخليها الدقيق يقع من عليها. لو عامله زيت غزير وهو بيتقلي فيها ممكن ما نحتاجش اصلا ان احنا نقلبها، لان الزيت مغطيها فبالتالي بتتحمر من فوق ومن تحت. حاليا بدات تاخد خلاص اللون اللي انا عايزاه والقرمشه اللي انا عايزاها زي ما انتم شايفين كده. هبدا ان انا اطلعها على مناديل مطبخ. نصفي الزيت كويس جدا عشان تفضل تحتفظ بالقرمشه بتاعتها. ده شكل الوصفة النهائي. طبعا انا الاول طلعتها على مناديل المطبخ، وبعدين حطيتها في طبق تاني لوحدها من غير مناديل عشان اقدمها. هسمعكم الخرفشة والقرمشة الجميلة. سامعين طبعا صوت الخرفشة والقرمشة بتاعتها جميلة قوي. اتمنى تكون عجبتكم الوصفة. على فكرة انا ما اهتمتش شوية بالتقديم معلش لاني مستعجلة. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، تعملوا سبسكرايب لقناة زينب زياد باللغة العربية. صفحتي على الفيسبوك اسمها سويت اند ساور، وانا اسمي زينب زياد. السلام عليكم ورحمة الله.